ما تفكرش كتير في الدنيا، وافتكر ان العمر يومين. يوم بيعدي علينا في ثانية، ويوم بيعدي كأنه سنين. بتحن للماضي دايما والذكريات، مش قادر تحس بأي بهجة في يومك أو الفترة الزمنية اللي بتمر بيها دلوقتي زي زمان. فقدت رغبتك في أمور كتير كانت هي مصدر وسبب سعادة ليك، وعلى طول قاعد بتتحسر على الماضي وهايم في الذكريات. طب تعالى أما أقولك، كلامنا النهاردة هيمس فئة معينة وشريحة عمرية مخصوصة، عدت الثلاثينات والأربعينات وحتى الخمسينات. ليه؟ لأن المرحلة دي هي أكتر مرحلة الإنسان بيبقى وصل فيها لسن معين من النضج، وشاف ومر بكتير قوي في مشوار الحياة، من مواقف وتجارب وفرح وحزن، ألم وفقدان، لم شمل وبعد فراق، وخبطات وصدمات بتغير كل حاجة حواليه وبتغير نفسيته وتفكيره. غير إن كل حاجة حوالينا بقت بتتغير بسرعة رهيبة، مش عادية، وسرعة مش بنحس بيها زي سرعة مرور الوقت بتاعت زمان وإحنا صغيرين. بداية من التطور لأي تقنية لحد سرعة مرور الوقت والشعور بيه. أوقات بندور على بعض بعد مرور زمن وعمر كامل عدى وفات، بسبب الحنين والفضول. الحنين للزمن اللي مر وإحنا فيه صغيرين ومش حاملين هم أي حاجة في الدنيا، والفضول علشان نتفرج على بعض ونشوف الزمن غير فينا إيه، غير إيه في شكلنا، غير في شخصياتنا، طب غير إيه في حياتنا، وما كنا عليه وما أصبحنا عليه. في منا بقى اللي الزمن ما غيرش كتير في شكله لكن اتغير بالكامل من جواه، وفي منا اللي اتغير من بره بس في ملامحه، لكن جواه هو هو، وملامح شخصيته وصفاته هي هي. وفي اللي اتغير بره وجوه. العبرة هنا بقى، هل هينفع نتعامل مع بعض بنفس تعاملات زمان وبنفس المودة والبساطة والتلقائية والإحساس؟ ساعتها بقى بيبقى على حسب افترقنا على إيه واتجمعنا على إيه، وبعد ما افترقنا ورجعنا اتقابلنا تاني إيه اللي اتغير فينا. يعني فيه اللي افترقوا على خلاف ومشاكل ومواقف صعبة وجراح، وفيه اللي افترقوا بسبب الظروف لا أكثر ولا أقل، وفي شخصيات لما تدور عليها وتطلعها من جعبة الزمن وتيجي تتعامل معاها تاني ما تعرفش خالص ولا ينفع، بسبب اللي هي مرت بيه وغيرتها بالكامل. ساعتها ما بيبقوش شبه بعض وما فيش لغة تواصل تجمعهم سوا ولا في حاجات مشتركة زي زمان. ودول بقى بنكتفي بذكرياتنا معاهم وسلامات من بعيد لبعيد، كل فترة كده نطمن على بعض ونفتكر بمجرد ما نكلم بعض أو نشوف بعض بالأيام الحلوة اللي كانت بتجمعنا والحاجات المشتركة. وفي اللي بتفضل روحهم زي ما هي، وأول ما بتكلمهم بس بتبقى عايز تحضنهم وما تفارقهمش وتفضل قاعد معاهم وتتكلم، وبتبقى حابب تشاركهم كل حاجة في حياتك وتقعدوا تفتكروا كل اللي عدى عليكم وتستلذوا بحكاوي زمان وتعيدوا المواقف بتاعتكم وبتاعت الناس اللي كانت موجودة حواليكم، وتعيدوا المشاهد وتشوفوها بروحكم وقلبكم كأنكم قاعدين قصاد شاشة عرض كبيرة بتعرض لكم فيلم كامل وجزء غالي من مشوار حياتكم في فترة عدت ومش هتتعاد تاني. طيب نيجي بقى ايه المفروض يتعمل علشان الإحساس المرهق ده والحنين القاتل للماضي والرفض للحاضر والأشخاص قد نكون فقدناهم والدنيا فرقت بيننا بسبب تغير ظروف اجتماعية أو تغيير شغل أو سفر ومسافات، أو حتى أشخاص رحلوا عنا إلى بارئهم. المطلوب منك ومنك ومننا كلنا هو التصالح مع الزمن، اتصالح مع الوقت ومع المرحلة العمرية اللي انت فيها، اتصالح مع كل حاجة حواليك. بص الأول في الحلو الموجود. هيطلع لي دلوقتي واحد ولا واحدة يقول لي هو في حلو حوالينا في الدنيا؟ أحب أقول له فيه وفي كتير، ولو قلت غير كده يبقى أنت بتجحد وبتكفر بنعمة ربنا في كل أمورك وفي تفاصيلك اليومية. جرب تتعامل كأنك اتولدت في دنيا جديدة، واتولدت بالمرحلة العمرية اللي انت عليها كده، بمرحلة مختلفة عن كل اللي عدى بيك قبل كده لأنه انتهى. اعتبرها حياة جديدة، عيشها بكل تفاصيلها ومتطلباتها، ابتهج بكل الأدوات اللي فيها والتغييرات. يعني حاول تتعامل معها كده زي الشباب المراهق
والطفل اللي طلع لقاها كده زي ما هي. ما تقارنهاش بالمرحلة القديمة اللي عدت من حياتك. ولو قابلت حد من الزمن الجميل ولسه جميل، امسك فيه بإيديك واسنانك، علشان ده دايما هيخليك تحس بالطمأنينة والألفة، وإنك ما بقتش غريب عن الدنيا وعن الحياة ولا مستوحشها. مش بقولك تنسى الماضي ولا تنسى حياتك السابقة ولا اللي فات ولا أجمل فترات عمرك، لكن اجمع كل حاجة حلوة كانت فيه مع كل حاجة حلوة في الحاضر، وقابلهم ببعض واعمل المعادلة بينهم. يعني ارضى بكل حاجة حواليك وتعامل معاها ببساطة ومرونة، وبص لكل نعمة موجودة عندك واستمتع بيها. أكيد بنعاني من نقصان في حاجات كتير وتغييرات كبيرة في حاجات، ده الطبيعي ودي سنة الحياة، لكن بالمرونة وبالرضا عنها بتصبح أجمل وأفضل. وافتكر إنه لسه في مراحل تانية كتير جاية وتغييرات أكبر وأكتر على حسب العمر اللي ربنا كاتبه لنا. والمطلوب تخليك دايما مرن مع كل مرحلة ومع كل تغيير، عشان لو فضلت جامد وصلب هتتكسر، وعجلة الزمن بدل ما تمشي معاك وتمشي معاها هتطحنك وتدوسك. وعليك إنك تختار، يا تخلي الزمن صاحبك وصديقك، يا إما تفضل رافض لكل حاجة حواليك، وساعتها بقى عجلة الزمن هتعدي من فوقك. عيش حياتك بمرونة وتقبل ورضا، ودور على الحاجات اللي بتسعدك أو بتصحي شغفك. استكشف الجديد كله زي ما كنت بتحب تستكشف وانت صغير أو أصغر من كده، وتدور وتبحث. ما تفضلش واقف مكانك زي التمثال، لازم تغير عاداتك اللي اتعودت وركنت عليها بقالك فترة مش قليلة من الوقت لحد ما وصلت للي انت فيه. ما تفضلش تقول يلا بقى حسن الختام، وانت شعرفك هتعيش لغاية امتى. الأهم إنك تحس إنك عايش بجد، بتتنفس والدم بيجري في عروقك بحيوية. دور إزاي تجدد نفسك وروحك وعقلك. استكشاف الأمور الجديدة وتعلم المهارات الجديدة بيخلي مخك وذهنك حاضر، وقدرة استيعابك وإدراكك بيزيد، ودي حركة لعقلك والباقي حواسك. استخدم جسمك، كل ما تستخدم جسمك كل ما يكون أفيد له وتحافظ عليه أكتر. الحاجة اللي بتتركن بتبوظ وبتفسد أو حتى بتصد، فالحركة بركة لكل شيء. ده الجهاز اللي بيتركن فترات طويلة بتلاقيه باظ لوحده عشان ما بيشتغلش، لازم يشتغل علشان أجزاؤه تبقى مرنة وسهلة. والقراءة والبحث وتعليم أنشطة جديدة هيخليك تعيش جوه الحياة الواحدة عدة حيوات كثيرة جدا. اقبل كل التغيرات اللي ممكن تحصل وتعامل معاها. يعني اللي يجيلك كده تعال له انت من الناحية التانية كده اهو، وصاحبه وشوف محتاج ايه علشان الامور تمشي ما بينكم. انا بتكلم على التغييرات. حب نفسك، حب كل اللي حواليك، صدر من جواك دايما طاقة المحبة والرضا والتسامح، وحب الخير لكل مخلوقات ربنا. اعمل حاجات تفرح بيها غيرك. ده انت لو اكلت قطة ولا كلب في الشارع وشفت نظرة الرضا في عينيه والفرحة هتعود عليك وهتفرح، وهتحس بشعور طيب وجميل بيزيد في كل مرة بتعمل فيها حاجة حلوة وطيبة تفرح غيرك. ما بالك بقى بكلمة حلوة خالصة لوجه الله لغيرك، أو للفتة رقيقة كلها محبة مع كل اللي بتتعامل معاهم، أو حتى ابتسامة لحد ما تعرفوش في أي مكان وعينك جت في عينيه. ده التبسم في وجه أخيك صدقة. كل يوم اعمل حاجة حلوة وحاجة طيبة حتى لو كانت كلمة. لو كنت هتسمع لحد محتاج يفضفض وتخفف عنه وتطيب خاطره هتفرق معاك قوي، ومعاه طبعا هو كمان. حسسوا بعض بالأمان، ده احنا من غير بعض ولا حاجة. والمثل بيقول جنة بلا ناس ما تنداس. تخيل فعليا انك في مكان قمة في الروعة والجمال، وفي كل شيء من ملذات وطيبات، بس لوحدك تماما، وحتى بدون وسائل اتصال تقدر تكلم بيها أو تراسل بيها أي إنسان غيرك. تخيل كده كويس معايا وما تقولش ماله تمام، لا اصبر شوية في تخيلك وسيب وقت يعدي شهر 2 3 وتخيل إحساسك. يبقى النتيجة إيه؟ إنه لازم نخلي بالنا من بعض أكتر من كده شوية، ونتحمل بعض ونخفف حمل مشوار الحياة على بعض، ونحمد ربنا قوي على كل حد حوالينا بيحبنا وبنحبه حتى لو مختلفين معاه أو حتى زعلنا منه في يوم من الأيام. ولا تنسوا الفضل بينكم. وكلامي هنا عن الناس العادية المقبولة اللي نفسيتها وتصرفاتها بتميل دايما إلى السواء مش العكس. وخلص كلامي الليلة، وما يخرج من القلب يصل إلى القلب.
أرجو لكم كل الخير والرضا والسعادة والطمأنينة والاستمتاع بشغف الحياة في كل المراحل العمرية. كان معكم هند الدالي.